السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أي شيء اشترك في القناة وحط لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. معانا يا جماعة منزل لقطة، منزل ومحل بسعر لقطة. أما أقول لكم لقطة يا جماعة يبقى لقطة، وكمان موقع حلو جدا، موقع متميز جدا جدا، والسعر يعتبر ببلاش. منزل يا جماعة 5 أدوار، 5 أدوار. عندك يا جماعة كمان في محل، والمحل اللي في المنزل ده واخد رخصة وسجل تجاري. وكمان يا جماعة المنزل كله عدادات، كل شقة فيها عداد كهرباء وعداد مية وعداد غاز وكمان تليفونات أرضية. الشقة يا جماعة مساحتها 45 متر، 45 متر. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. أنا لما أقول لكم على الموقع مش هتصدقوا السعر اللي أنا هقوله. إحنا بنتكلم على السعر بحسب الموقع طبعا يا جماعة. منزل 5 أدوار. عندك يا جماعة الدور الأرضي في قلبيه محل، والمحل واخد رخصة وسجل تجاري. وكمان كل الشقق يا جماعة، كل ال5 شقق واخدين في قلبيهم عدادات قديمة، عداد كهرباء وعداد مية وعداد غاز وكمان تليفونات أرضية. يعني المنزل يا جماعة حلو جدا. تشطيبه يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، تشطيبه تشطيب عادي. وكمان يا جماعة كمان في قلبيه موتور مية، وطبعا تليفونات أرضية. مساحته 45 متر. طبعا نرجو من حضراتكم قبل ما أقول السعر وأقول العنوان، نرجو من حضراتكم إن انتوا لما تيجوا تشتروا أي عقار، إذا كان منزل أو شقة، لازم تسألوا طبعا على كل التفاصيل اللي تخصكم. وكمان يا جماعة تسألوا على صاحب المنزل، هل هو صاحب المنزل ولا لأ. وطبعا اللي هيوفر عليكم المعلومات دي طبعا هو المحامي. واوعى تشتري شقة او تشتري عقار او منزل من غير محامي، لان طبعا يا جماعة النصب كتير جدا. فأرجو من حضراتكم لازم تسألوا على كل التفاصيل. وطبعا المحامي هيسألكم على تفاصيل كتير، زي مثلا هل في ورثة ولا لأ، هل صاحب البيت عامل توكيل لمراته أو لأخوه أو عامل توكيلات لحد ولا لأ. كمان يا جماعة هل البيت فيه أكتر من شريك ولا لأ، هل البيت أصلا جايله إزالة ولا لأ. حاجات كتير يا جماعة جدا، وطبعا اتكلمت عنها في فيديوهات كتير. وأرجو من حضراتكم أي حد بعلله او بعرضه المنزل بتاعه اوعى يزعل مني. انا بقول كل الكلام ده في فيديوهاتي، لان طبعا انا بضمن حق المشتري. وكمان يا جماعة اللهم بلغت اللهم فاشهد، اوعى تروح تشتري عقار من غير ما يكون معاك محامي، وكمان المحامي يكون موثوق فيه. المنزل يا جماعة 5 أدوار. عندك الدور الأرضي في قلبيه عداد كهرباء، في قلبيه محل. وكمان المحل يا جماعة واخد سجل تجاري ومعاه رخصة. وكمان يا جماعة المنزل تشطيبه تشطيب عادي زي ما حضراتكم شايفين. متقسم غرفة وصالة ومطبخ وحمام وبلكونة. متقسم أوضة وصالة ومطبخ وحمام وبلكونة. موجود يا جماعة في الوحدة العربية في شبرا رخيمة. طبعا كلكم يا جماعة عارفين الوحدة العربية وعارفين شبرا رخيمة. وطبعا الوحدة العربية طبعا هي موجودة في قهوة شرف. اللي يعرف قهوة شرف في شبرا الخيمة، يعني انت قريب جدا من أحمد عرابي ومن المترو. يعني موقع يا جماعة حلو جدا جدا. كمان بيت حلو يا جماعة يستاهل سعره. سعره 375 ألف جنيه، 375 ألف جنيه. منزل 5 أدوار كامل العدادات، كل شقة فيها عداد كهرباء ومية وغاز وتليفون أرضي. يعني بسم الله ما شاء الله. كمان يا جماعة عندك موتور وعندك المحل واخد رخصة وسجله تجاري. منزل بصراحة في الموقع ده بالسعر ده بصراحة يا جماعة المنزل يستاهل، يستاهل. ده الشقة هناك بمبالغ عالية جدا. يعني الشقة لوحدها يا جماعة بتعدي هناك. فالمنزل يا جماعة عشان مساحته صغيرة 45 متر، صاحبه بيبيعوه بالسعر ده ب375 ألف جنيه. ده حلو جدا يا جماعة. 5 أدوار في شبرا الخيمة، يعني حاجة ممتازة جدا. كامل العدادات وفي قلبيه محل تجاري. موقع متميز جدا، مكان متميز جدا. المكان حلو جدا.
طبعًا السعر حلو أوي يا جماعة والله، يعني أنا ما صدّقتش السعر ده كمان 375.000 ومش حق شقة في المكان ده ولا في الموقع ده، بس طبعًا أرجو من حضراتكم تسألوا على كل التفاصيل زي الإزالات يا جماعة، نقطة الإزالات دي اسألوا عليها واسألوا واتأكدوا من شخصية البايع، وطبعًا تفاصيل كتير جدًا اللي هيعرفها لكم طبعًا محامي، اوعى تشتري عقار من غير ما يكون معاك محامي إذا كان منزل أو شقة، اللهم بلغت اللهم فاشهد. أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة وتحطوا لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. معكم قناة منوعات أم منة وملوكة للإسكان الاجتماعي والبيع العقارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.